انت تعبان لانك بعيد، انت محتاج تبقى قريب من ربنا، تطلب من ربنا انه يعينك على انك تصلي، وتبقى عارف ان ميعاد الصلاه ده مش فرض من قبليه وخلاص، ده ميعاد ربنا كتبه لنا عشان نقف ما بين ايديه نطلب، نقول له يا رب احنا عايزين كذا، ميعاد نقف فيه ما بين ايدين ربنا نقول له يا رب احنا مظلومين، يا رب الابواب مقفوله، يا رب كل حاجه قدامنا مقفوله ومفيش غير باب ربنا هو المفتوح، ميعاد نطلب فيه الحاجات اللي نفسنا فيه، يا رب انا نفسي في كذا وعايز كذا وبحلم بكذا، تقف ما بين ايدين ربنا تحس ان مفيش اي حاجه ما بينك وما بين ربنا غير دعوتك اللي بتوصل، تبقى عارف ان الميعاد ده اللي هيريح قلبك، هيخليك ما انتش خايف، هيخليك ما انتش قلقان، هيخليك مطمن، والله هتبقى امن لانك في حضره ربنا. اطلب من ربنا انه يعينك على الصلاه، قول له يا رب خففها عليا، يا رب قرب ما بيني وما بين الصلاه، والله عن تجربه هتحس ان انت اول ما تسمع الاذان بتجري على الصلاه وانت فرحان وشك منور، لانك عارف ان الميعاد ده هو الميعاد اللي انت هتطلب فيه وتحكي ربنا عن كل حاجه، الميعاد اللي هتعيط وانت ما انتش خايف، الميعاد اللي هتقف فيه تتحاكى عن كل ما في قلبك وانت مطمن لان ربنا يعلم بكل حاجه جواك، الميعاد اللي هترفع ايدك وتقول له يا رب انا عايز كذا وربنا يجيبك من فوق 7 سماوات. الصلاه بتطمن وتريح، الصلاه بتخلي البني ادم مش خايف، الصلاه بتخلي البني ادم والله العظيم يواجه كل الصعوبات اللي موجوده في حياته وهو مطمن وامن، لان في رجعه كل شويه، في رجعه ترجع لربنا وتقول له يا رب عبدك الضعيف، يا رب قوي بيك يا رب، اكرمني وفرج عليا واجبر بخاطري. نسال الله العلي العظيم ان ربنا يجبر بقلوبنا جميعا، يا رب عنا على الصلاه، ويا رب حببنا في كل حاجه تقربنا منك يا رب.